الحمد لله. الحكومة وصل لها صوت من الناس اللي بتتكلم في قصة الطرد، وده كان بتصريح من السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. الموضوع سمع، لكن القانون بكرة هيطلع. رئيس الوزراء بيقول كلمة الطرد دي كلمة كبيرة جدا، لا هي تحرير العلاقة. طبعا تحرير العلاقة أنا مش فاهم معناها بالظبط. طبعا في ناس كتير اتكلمت في فيديوهات كتير عن الموضوع ده. أنا بس منتظر يعني القانون بكرة إن شاء الله. احنا عاملين زي اللي مستنيين نتيجة ماتش مهم أو نتيجة الثانوية العامة. طبعا القانون بكرة هيتناقش بعد موافقة اللجنة المشتركة على عرضه على مجلس الشعب، وبكرة هيكون في تصويت عليه في مجلس الشعب أو يوم الأحد اللي هو هيوافق بكرة 29. كل الأهم إن القانون ما يكونش ظالم للمستأجر، وطبعا الملاك ليهم حق. احنا بنتكلم في زيادة قيمة إيجارية، مفيش مشكلة، والناس كلها أعتقد أبدت موافقتها على الزيادة معقولة طبعا. أتمنى المناقشة بكرة تكون لصالح المستأجر والمالك، وطبعا انت ترضي كل الأطراف ده صعب، لكن كلام رئيس الوزراء بيأكد إن هم سمعوا فعلا رأي الناس وابتدوا يعني ياخدوا بالهم منه، وده مهم جدا. نشوف بكرة إيه اللي هيجرى، نستنى اللي هيجرى بكرة، وبعدين نبتدي نعلق تعليق يعني على الموضوع ديت ونقول رأينا، لأنه واضح إن رأينا الحمد لله بيوصل للحكومة. أنا كل اللي بتمناه إن الناس ما تطردش في الشوارع. الناس معهاش إمكانيات تجيب سكن جديد أو تدفع حتى في الإسكان الاجتماعي. الناس مش هتقعد منتظرة فترة كبيرة في الشوارع، ده مش هيحصل حتى لو بعد 7 سنين. وده طبعا مخالف لأحكام المحكمة الدستورية اللي هي أصدرت قوانين بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد. احنا هنستنى القانون بكرة ونشوف الدولة حاسة بينا، لأن موضوع الإيجار ده زي ما بيجي في أغلبية التعليقات بيقول لك البيت وطن، ولما نفقد الوطن هنفقد الانتماء. ده موضوع مهم جدا لازم الحكومة تاخد بالها منه. واعتقد ان في ناس كتير زي مصطفى بكري وخالد ابو بكر اتكلموا بصراحة يعني لاحظوا الناس وآلام الناس اللي ممكن تحصل والتشريد اللي ممكن يتم. فاحنا بنتمنى ان شاء الله قانون عادل بإذن الله، ومحدش ان شاء الله مش عايزين نفتح في مواضيع تعمل مشاكل جامدة للناس. تحياتي ليكم.